قصتنا النهاردة عن بنت مكافحة اسمها سهير، ودي قصة حقيقية حصلت فعلا. ويلا بينا نبدأ. سهير كانت بنت بسيطة عندها 9 سنين، عايشة في حي شعبي في القاهرة مع عيلتها اللي متكونة من أبوها وأمها وأخواتها الثلاثة، واللي هم فاطمة واللي كان عندها وقتها 7 سنين، وحسن واللي كان عنده 4 سنين، ومحمد الرضيع. كانوا عايشين في بيت صغير لكنه كان مليان حب ودفى. والدها كان راجل طيب ومكافح، بيشتغل عامل بناء، وكان دايما بيرجع البيت تعبان بس دايما مبتسم. كان دايما بيجيب لسهير بسكوت لمبادة لأنه عارف إنها بتحبه، وكان بيقول لها انت نور عيني يا سهير. وفي يوم من الأيام حصلت حادثة في موقع الشغل، ووالد سهير وقع من على السقالة. الإسعاف جم أخدوه على المستشفى، لكن للأسف ما قدروش ينقذوه. الخبر وقع على العيلة زي الصاعقة. الأم ما قدرتش تصدق وانهارت من الحزن. سهير حست إن الدنيا وقفت وإن الحمل بقى تقيل عليها وهي لسه طفلة. بعد وفاة الأب الحياة قلبت تماما. الأم دخلت في حالة حزن واكتئاب، ومبقاش في دخل ثابت للعيلة، وأمامهم للأسف مبقوش يسألوا عنهم. وكل ما الأم تحاول تطلب مساعدة يقولوا لها ما عندناش، كل واحد فينا مكفيه. سهير بصت حواليها، لقيت نفسها أكبر اخواتها، والمسؤولية وقعت على كتفها الصغير. قررت إنها لازم تساعد عيلتها بأي طريقة. نزلت تدور على شغل في المحلات والورش، لكن الكل كان بيقول لها يا بنتي انت صغيرة، روحي البيت وساعد أمك. كانت بتروح السوق كل يوم تشوف لو حد محتاج مساعدة، تشيل شنطة، ترتب بضاعة، لكن الكل كان بيرفض. الإحباط كان بيزيد عليها، خصوصا إن أخوها محمد كان مريض بالقلب ومحتاج عملية مكلفة. الأم كانت مشغولة بيه طول الوقت وما كانتش بتقدر تشتغل، وسهير كانت بتشوف أمها كل يوم وهي بتعيط بالليل وما كانتش عارفة تعمل لها إيه. وفي يوم بعد ما فضلت تلف في الشوارع تدور على شغل من الصبح لغاية المغرب، حست بدوخة شديدة. كانت ماشية في شارع زحمة والدنيا لفت بيها، وفجأة وقعت على الأرض، والناس كانوا ماشيين حواليها، وفي منهم اللي وقف يشوف مالها لكن محدش عمل حاجة. وبالصدفة في ست جميلة اسمها رشا كانت معدية بالعربية بتاعتها، شافت التجمع وسألت في ايه يا جماعة. ولما عرفت ان في بنت صغيرة مغمى عليها نزلت بسرعة، لقيت سهير مرمية على الأرض وشكلها تعبان جدا. حاولت تصحيها ولكن مفيش أي استجابة. قررت تاخدها للمستشفى بنفسها، وفي المستشفى الدكاترة قالوا إنها عندها إجهاد شديد وسوء تغذية. فرشا فضلت جنبها لحد ما فاقت، وأول ما فتحت عينيها لقيت رشا مبتسمة وبتقول لها الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، انت كويسة؟ سهير بصت حواليها بخوف وقالت لها أنا فين؟ رشا طمنتها وقالت لها ما تخافيش، انت في المستشفى، أنا لقيتك تعبانة وجبتك على هنا. سهير بدأت تعيط وحكت لها كل حاجة. حكت لها عن وفاة والدها وعن محاولتها إن هي تلاقي شغل عشان تساعد أمها وأخواتها. رشا اتأثرت جدا وحست إنها لازم تعمل حاجة. قالت لها بص يا سهير، أنا عندي محل ملابس في وسط البلد ومحتاجة حد يساعدني فيه، ولو عايزة ممكن تشتغلي معايا. سهير فرحت جدا وقالت لها بجد يا طنط، أنا مستعدة أعمل أي حاجة. رشا ابتسمت وقالت لها خلاص اتفقنا، بس لازم تاخدي بالك من نفسك وتاكلي كويس. تاني يوم راحت سهير المحل مع رشا. المكان كان جميل ومليان هدوم شيك. رشا عرفتها الشغل وبدأت تعلمها ازاي تتعامل مع الزباين وازاي ترتب البضاعة. الشغل كان متعب وخصوصا انها لسه صغيرة، لكن كانت فرحانة انها تقدر تساعد امها. كانت بتاخد جزء من المرتب تديه لامها، والجزء التاني كانت بتحتفظ بيه عشان عملية محمد. ولكن ولاد رشا كانوا بيجوا المحل أحيانا، واللي هم سناء واللي كان عندها 10 سنين، وسارة واللي كان عندها 8 سنين، ويوسف واللي كان عنده 5 سنين. كانوا في الأول بيتعاملوا معاها بشوية تكبر، لكن مع الوقت بدأوا يتعودوا عليها. سارة كانت أكتر واحدة بتغلس عليها، كانت بتقول لها انت شغالة عندنا يعني لازم تسمعي كلامنا. لكن سناء كانت أهدى شوية وكانت أحيانا بتتكلم مع سهير. سهير كانت بتحمل كل ده عشان خاطر عيلتها، كانت بتشتغل بجد وكانت بتتعلم بسرعة. رشا كانت مبسوطة بيها جدا وقالت لها انت شاطرة يا سهير، وبكرة هتبقي مديرة المحل. بعد سنة من الشغل والتعب قدرت سهير تجمع جزء كويس من فلوس العملية، لكن المبلغ لسه مش مكفي. رشا قررت تساعدها أكتر، عملت حملة تبرعات في المنطقة وكلمت أصحابها ومعارفها. الناس كانوا متعاطفين وقدروا يجمعوا المبلغ المطلوب. وفي يوم العملية سهير كانت متوترة جدا. محمد دخل العمليات وأمها كانت بتدعي. بعد ساعات طويلة الدكتور خرج وقال لهم الحمد لله العملية نجحت. الفرحة ما كانتش سايعاهم، وسهير بكت من الفرحة وشكرت رشا وكل الناس اللي ساعدوهم.
بعد ما محمد بدأ يتعافى، الأم قررت إنها لازم تشتغل هي كمان، ورشا ساعدتها في إنها تلاقي شغل. لقيت لها شغل في الكافيه بتاع جوزها صالح. كانت بتعمل المشروبات والحلويات البسيطة. الزباين كانوا بيحبوها جدا، وكانت بتجيب دخل كويس يساعدهم. أما سهير فاستمرت في الشغل والدراسة جنبها. كانت بتروح المدرسة أيام الامتحانات، وكانت بتذاكر في البيت. قدرت إنها تنجح في الإعدادية، وقررت إنها تدخل دبلوم زراعة. ولما وصلت ل20 سنة حصلت الصدمة. والدتها تعبت فجأة ودخلت المستشفى. الدكاترة قالوا إنها عندها مرض في القلب ومحتاجة عملية في أسرع وقت. للأسف العملية كانت مكلفة، وما قدروش يجمعوا الفلوس في الوقت المناسب، والأم توفت وسببت لهم حزن شديد. سهير بقت المسؤولة الوحيدة عن اخواتها. كانت بتحس بتقل المسؤولية، وإنها حاليا بقت أم وأب في نفس الوقت. لكنها كانت قوية. قررت إنها تكمل وتدعم اخواتها زي ما أمها كانت عايزة. فاطمة أختها واللي أصغر منها دخلت معهد سياحة وفنادق، وكانت بتحب الطبخ جدا. وبعد التخرج اشتغلت شيف في فندق كبير في الساحل الشمالي. كانت دايما تبعت فلوس لسهير وتقول لها انت اللي وصلت بيا لكده. أما حسن فدخل كلية الألسن، وكان شاطر في اللغات. اتعلم إنجليزي وألماني، وبعد التخرج اشتغل مترجم في السفارة الألمانية. كان فخور بنفسه ودايما يشكر سهير على دعمها ليه. ومحمد واللي بقى شاب وسيم دخل كلية طب أسنان. كان بيذاكر بجد وبيشتغل جنب الكلية عشان يساعد في المصاريف. كان بيقول لسهير هخليكي فخورة بيا. ولكن رشا اللي كانت دايما جنبهم بدأت صحتها تتدهور. اكتشفوا إنها مريضة بمرض خطير في الكبد، ودخلت المستشفى. وكانت سهير بتزورها كل يوم. وفي يوم رشا قالت لها سهير انت زي بنتي، وخلي بالك من نفسك ومن اخواتك. وبعد فترة رشا توفت، وسابت فراغ كبير في حياة سهير. وبعد وفاة رشا جوزها صالح بدأ يتغير. كان راجل في أواخر الأربعينات، لكن كان شكله أصغر من سنه. بدأ يقرب من سهير بشكل غريب. وفي يوم قال لها انت كبرت وبقيتي ست جميلة وانا عايزة اتجوزك. سهير اتصدمت وقالت له ما يصحش يا أستاذ صالح، انت كنت جوز الأستاذة رشا اللي أنا بحترمها وولية نعمتي. صالح ما كانش متقبل الرفض، وبدأ يضغط عليها وقال لها لو ما وافقتيش هخلي حياتك جحيم، هطردك من الشغل وهأذي اخواتك. سهير كانت خايفة، لكنها ما كانتش عايزة تتجوز واحد في سن باباها، وفي نفس الوقت شايفة إنها لو وافقت هتكون خانت الأستاذة رشا. وبعدها بدأت المشاكل تحصل. محمد أخوها اتفصل من بعض المواد في الكلية بسبب إشاعات طلعت عليه إنه بيبيع ملازم بشكل غير قانوني. وحسن بدأ يتعرض لمشاكل في الشغل واتهموه بحاجات مش حقيقية. سهير حست إن صالح هو اللي ورا كل ده. قررت تواجهه. راحت له قالت له أنت بتعمل كده ليه؟ سيبنا في حالنا. رد صالح ببرود لو عايزة المشاكل دي تخلص وافقي تتجوزيني. تحت الضغط ده كله اضطرت سهير إنها توافق على الجواز منه عشان تحمي اخواتها. وفعلا للأسف اتجوزوا واتنقلت تعيش معاه في بيته الكبير. ولكن ولاده سناء وسارة ويوسف بدأوا يكرهوها أكتر من الأول. كانوا بيعملوا لها مقالب وبيحاولوا يوقعوها في مشاكل مع أبوهم. سناء كانت تقول لها انت جاية تاخدي مكان أمي، وسارة كانت بتقول لها مش هنسيبك ترتاحي، وغيره 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 من الكلام. سهير كانت بتحاول تتحمل، وكانت بتقول لنفسها كل ده عشان اخواتي، مش مهم هتحمل. بعد فترة اكتشفت إنها حامل. فرحت جدا وحست إن الطفل ده هيكون بداية جديدة. قالت لصالح، لكنه مظهرش اهتمام كبير. وفي يوم سارة جت لها واعتذرت لها عن كل اللي فات. قالت لها أنا آسفة يا سهير، ممكن نبدأ من جديد؟ وقدمت لها كوباية عصير. سهير فرحت جدا وقالت لها طبعا مفيش بينا غير كل خير. شربت العصير، وبعد شوية حست بتعب شديد وقالت لنفسها خلاص أنا هروح أنام، يمكن التعب ده يخف. تاني يوم لقيت نفسها بتنزف. راحت المستشفى، والدكتور قال لها إنك اتعرضتي لتسمم شديد بسبب دواء إجهاض وفقدت الجنين. كمان قال لها إن فرصتها في الحمل تاني بقت ضعيفة جدا. سهير انهارت وعرفت إن سارة هي اللي عملت كده. واجهت صالح لكنه ما كانش مهتم. قالت له بعصبية إزاي تسمح لبنتك إنها تعمل كده؟ رد ببرود خلاص اللي حصل حصل مش هنعيده. قررت سهير إنها ما تقدرش تكمل في الحياة دي. رفعت قضية خلع وقدمت بلاغ ضد سارة. صالح حاول يضغط عليها لكنها كانت مصممة، وفي النهاية طلقها صالح، واضطرت إنها تتنازل عن البلاغ عشان تخلص من المشاكل. رجعت لبيت اخواتها واللي استقبلوها بحب واهتمام. حسن قال لها احنا جنبك ومش هنسيبك تاني. بدأت تتعالج جسديا ونفسيا من اللي مرت بيه. وبعد فترة
قررت ترجع للشغل. حسن كلم صاحبه سعيد اللي عنده مطعم محترم وطلب منه يشغلها، وفعلا بدأت تشتغل هناك وكانت بتلاقي احترام وتقدير. سعيد كان راجل طيب ومحترم وكان بيعاملها كويس. مع الوقت بدأت تحس بمشاعر من ناحيته، وهو كمان كان مهتم بيها. وفي يوم قرر يعترف لها إنه معجب بيها. قال لها: أنا معجب بيكي وعايز أتقدم لك. سهير كانت مترددة بسبب تجربتها اللي عدت بيها، لكنها حست إنه فعلا بيحبها. حكت له عن كل اللي مرت بيه، وهو طمنها وقال لها: أنا هكون جنبك وهحاول أساعدك. اتقدم لها عشان يخطبها، واخواتها وافقوا بعد ما اتأكدوا من إنه هو راجل محترم وهيقدر يصون أختهم. وفعلا اتجوزوا وبدأوا حياة جديدة مليانة حب وتفاهم، واشتغلوا مع بعض في المطعم وقدروا يوفروا فلوس فتحوا بيها محل ملابس صغير. سهير رجعت لحلمها القديم وكانت مبسوطة جدا. سعيد كان بيدعمها في كل خطوة. وبعد فترة حصلت المعجزة وحملت سهير. كانت خايفة بسبب تجربتها اللي مرت بيها، لكن الحمل عدى بسلام. وعند الولادة حصلت شوية مضاعفات، لكنها خرجت بالسلامة. وسموا ابنهم عوض لأنه كان عوض من ربنا عن كل اللي مرت بيه. استمروا سهير وسعيد يشتغلوا بجد وكبروا المحل وافتتحوا فروع جديدة واشتروا بيت جميل وكانوا عايشين في سعادة. سهير كتبت البيت والمحل باسم ابنها عوض عشان تأمن له مستقبله. كانت دايما بتنصح اخواتها بأهمية انهم يكون عندهم شغلهم الخاص بيهم جنب الوظيفة. حسن ومحمد سمعوا كلامها وبدأوا مشاريعهم الخاصة ونجحوا فيها. وفي يوم سمعت سهير إن صالح واللي هو طليقها وجوز الأستاذة رشا الله يرحمها ولاده رموه في الشارع. كان مريض ومحدش بيسأل عنه. حست بالشفقة عليه وقررت تزوره، وفعلا راحت له ولقيت حالته صعبة جدا. قالت له: مش هقدر أنسى اللي عملته فيا، لكن مش هسيبك في الحالة دي، مش عشانك لكن عشان الأستاذة رشا الله يرحمها. ساعدته إنه يدخل دار رعاية وكانت بتبعت له مصاريف من وقت للتاني. صالح اتأثر جدا بموقفها واعتذر لها عن كل اللي فات. كانت دي لحظة الغفران، وسهير حست براحة نفسية كبيرة. سهير كانت بتزور قبر باباها ومامتها كل شهر، وبتزور قبر رشا كمان. كانت بتدعي لهم بالرحمة وبتشكر ربنا على النعم اللي عندها. ابنها عوض كبر وبقى شاب متفوق في دراسته. كان بيشوف أمه قدوة ليه وكان بيقول لها: أنا فخور بيكي جدا يا ماما. سهير بصت على حياتها، لقيت إنها مرت بصعوبات كتير، لكن بإيمانها وصبرها قدرت تتغلب عليها. عرفت إن الدنيا مهما ظلمت لازم يكون في أمل. وبس، خلصت القصة. القصة مليانة دروس وحكم، أتمنى تكونوا استفدتم منها. ولو عندكم قصة واقعية وعايزين تشاركوها ابعتوها لي على انستجرام، وهتلاقوا لينك انستجرام في الوصف وفي أول تعليق. وما تنساش سبسكرايبك الجامد ولايكك العسل. شكرا ليكم ويلا سلام.